السلام عليكم. عليكم السلام. ايه مالك يا فهيم؟ صداع فجأة كده ودوخ، مفيش حاجة حاج. سيب اللي في ايدك وقوم روح. مفيش حاجة حاج، ده صداع وهيروح. يا راجل اسمع الكلام وهو. الو. ايوه يا فندم. معقول؟
كان عندي من ساعتين اتنين بس. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ايه يا حاج؟ في ايه؟ مش هتصدق. مصطفى بيه. تعيش انت. لا اله الا الله. انا لله وانا اليه راجعون. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص بقى يا سيد، الله يرحمه، محدش بيموت ناقص عمر يا اخوي. على رأيك يا فتحية، بس عارفة الحاج برضه راح العزا وخد بخاطر الواد أس البلاوي دي كلها. تقول افطى مع الدنيا، تقول افطى مع الدنيا يا سيد. يا رب تكفينا شر الطمع، يا رب تكفينا شر الطمع. يا رب ويهديك يا فتحية. أهو عشان كده بقى أنا عايزك تشيل اللي في دماغك وخلينا كافيين خيرنا شرنا. يعني ايه؟ انت عايز تقول ان ابنك هيعمل زي ما عمل الواد ابن الوزير ده؟ ده برضه ابنك ما يقدرش يعض فيهم، دي مهما كانت بنت عمته. أنا عارف ابني كويس ومربيه بما يرضي الله، لكن لكن ايه يا سيد؟ مش عارف يا فتحية. أنا مش مستريح للموضوع ده، خايف إن الحاج يفتكر إن إحنا كمان طمعانين. أنا بقول بلاش الموضوع ده وبلاش نبص لفوق أحسن. نبص لفوق ايه يا راجل؟ ده احنا اهل. ما هو عشان أهل أنا خايف فاطمة دي تبقى أختي، ولو قالت لأ أنت هتزعلي وأنا كمان هزعل، وممكن الحاج يقول لي مع السلامة أنت وابنك. إيه؟ وربنا اللي خلق الخلق يا سيدي، انا لو جرالي حاجه هيبقى من تحت راسك انت. بقول لك ايه؟ نقطني بسكاتك ولما يجي وقتها يبقى يحلها الحلال. إن شاء الله إن شاء الله. ما تاكل يا ابني. جرايه بهيره، ما تشوفي جوزك الظاهر مش عاجبه اكل حماته. معقول يا عمي؟ هو كده يا بابا، ده حتى كل فين وفين لما بيقعد ياكل معايا في البيت. ازاي بقى؟ انا ما اعرفش اكل لوحدي. الاكل يا ابني ما يحلاش الا في اللمه. الا بقى اذا كان مش عاجبك اكل مراتك. قول لي بصراحه، هي بتعرف تطبخ ولا طالعه خايبه؟ طالعه خايبه لمين يا اخويا؟ ضمها زي الفل واحسن طباخه في الدنيا. يا سلام، احنا ما عندناش عيال خايبين، كلهم شاطرين في المطبخ ما عدا انا يا ماما. طبعا، ما انت عامله فيها هانم وما بترضيش تدخلي المطبخ. انا عارفه البت دي هتتجوز ازاي. هو انا لازم اطبخ عشان اتجوز؟ بس خلاص فضوها سيره. سنية يا حبيبتي، ساكته ليه؟ لا ابدا يا بابا، مفيش حاجه. طب انا بقول لكم ايه، جات لي فكره. هاخد يوم اجازه ونطلع كلنا نتفسح في القناطر. ايه قناطر ايه يا بابا؟ القناطر الخيريه عشان نشم شويه هوا نضيف. نوفا معاها حق يا بابا، حد دلوقتي يروح القناطر الخيريه؟ ما في اماكن تانية احلى. نروح سيدي كرير، نروح شرم الشيخ. سيدي رير الشيخ، انتوا عايزين تزوروا المشايخ؟ الحاجات دول بيضحكوا عليها يا باشمهندس. والله جيل مهب. يلا طمني، ناوي تعمل ايه؟ ابوك قال لي انك مش عايز تشتغل معاه. قلت له ماله، يجي يشتغل عندي في المصنع. في الحقيقه يا عمي انا كنت عايز اتكلم مع حضرتك في الموضوع ده. قوي قوي يا حبيبي. احنا بعد ما ناكل نحبس ب2 شاي من ايد البت ثانيه. دي بتعمل شاي شفطتين منه يعدلوا المزاج تمام التمام، والعيال دول يكونوا دخلوا كمان جوه ونقعد انا وانت نتكلم على رواق. اتفضل يا ابني. خش في الكلام يا باشمهندس، قول ناوي على ايه؟ في الحقيقه يا عمي انا من ساعه ما اتخرجت وانا عايز اشتغل حر. زين ما فكرت يا ابني، مفيش احسن من الشغل الحر. ايه نويت على ايه بقى؟ انا فكرت فعلا في مشروع وعملت له دراسه كبيره، ومتاكد ان المشروع ده هيعجب حضرتك. المهم يعجبك انت، ده شغلك يا ابني. وشوف، ما دام الواحد بيحب شغله وبيعمله كويس ربنا بيبارك له. مشروع ايه بقى؟ هو مشروع مصنع للبلاستيك. ما اكدبش عليك يا ابراهيم، انا ما بفهمش في الصنف ده. البلاستيك دلوقتي بقى بيدخل في كل حاجه في حياتنا يا عمي، في الادوات المنزليه، في الادوات الكهربائيه، في مستلزمات النوادي والمحلات، في كل حاجه تقريبا. عظيم عظيم. طب ما دام انت فاهمه كويس قوي كده ودرسه،
ما تتكل على الله وتبتدي. ما هو للأسف المشروع ده مكلف ومحتاج فلوس كتير. يا ابني ابتدي الأول على قدك زي ما كلنا ابتدينا. ما ينفعش يا عمي. أولا لازم المصنع يتبني، ولازم مكن، ولازم مواد خام عشان أقدر ابتدي، وكل الحاجات دي محتاجة مبلغ كبير. انت شايف المشروع ده يكلف قد ايه؟ حوالي 5 مليون. مش شايف انه كتير انك تبدأ ب5 مليون؟ أيوة بس المشروع تكاليفه كده. ايوه يا ابني، انا قصدي يعني ابدأ الأول، ولما ربنا يسهل والشغل يمشي يبقى اعمل المشروع ده. مش ممكن يا عمي. مش ممكن ليه؟ يا عمي المشروع ده خد مني تفكير طويل ومجهود في الدراسة. المشروع ده هو الحلم اللي أنا عايش علشانه. شوف يا ابني، ما دام انت متشحتف على المشروع ده قوي كده، كلم ابوك، ولا تحب اكلمه لك انا؟ أنا عرضته على بابا. ورده كان ايه؟ بيقول إنه مشروع كويس بس مكلف. يعني ما وافقش؟ أيوة عشان الفلوس. بس ابوك مش فقير ويقدر يمول مشروعين 3 من دول. ما هو عشان كده أنا بعرض المشروع على حضرتك. عدم المؤاخذة يعني بتعرضوا عليا من ناحية ايه؟ التمويل يا عمي. شوف يا ابني، هقول لك بصراحة، انا طول حياتي ما احطش مليم في حاجة ما افهمش فيها. ما أنا هشرح لحضرتك كل حاجة عن المشروع. انت مش شرحت لابوك كل حاجة عن المشروع؟ أيوة يا عمي. وما وافقش؟ أيوة. طب اذا كان ابوك اللي انت من صلبه ما وافقش، عايزني انا اوافق؟ مالك يا ابراهيم؟ من ساعة ما نزلنا من عند بابا وانت ساكت ما بتتكلمش. أبدا يا بيه، مفيش حاجة. انت اتكلمت مع بابا في المشروع بتاعك؟ أمال يعني إحنا كنا قاعدين كل ده بنعمل إيه؟ وقال لك ايه؟ رفض ليه؟ قال لي إذا كان أبوك ما وافقش عايزني أنا أوافق. ما انت غلطان برضو يا ابراهيم. ليه تقول له ان انا ما وافقتش؟ ما هو سألني يا بابا. الله، قول له اي حاجه يا اخي، قول له اي سبب تاني، قول له ما معيش المبلغ ده. قلت له يا بابا بس ما صدقش. خلاص ما تزعلش نفسك، انا هكلمه بنفسي. لا يا بابا، لا، مفيش داعي بقى، احنا كده بنذل نفسنا. مالكش دعوه انت يا ابراهيم، ده شغل، والشغل يا ابني بقى عايز الصبر. انا لازم اخليه يوافق، امال انا مجوزك بنته ليه؟ عياقه. ريح نفسك، انا مش فاضي. يا جدع ده انا هغديك غدوه هتحلم فيها. والله عندي شغل. اسمع، لو عاوز تاكل انا ابعت اجيب اكل وتاكل معايا هنا. مش القصد، انت اصلك مش عارف، انا عايزك في موضوع كده على رواقه. انت الرد ما وصلكش. رد ايه؟ ردي على الموضوع اللي في دماغك. انت قصدك على ايه؟ على اللي انت قصدك عليه. انا قصدي على موضوع ابراهيم ابني. اهو ده الموضوع اللي انا قصدي عليه. يا راجل الواد عشمان فيك، تقوم تنزله من بيتك كده زعلان؟ دلوقتي بيتي بقى بيته وانا في مقام ابوه، يزعل ليه بقى؟ شفت اديك قلتها بلسانك، حد يبخل على ابنه بمبلغ زي ده؟ قولها لنفسك. لو كان معايا ما كنتش اتاخرت. انا ما يضحكش عليا بالكلام ده، احنا دافنينه سوا محفوظ. طب احلف لك بيه يا عبد الغفور اني مزنوق اليومين دول. انت برضو اللي مزنوق، ولا مراتك التانية اللي زنقه عليك عشان ما تصرفش مليم ابيض على ابن ضرتها؟ لولا يا راجل دي بتحب ابراهيم زي ما يكون ابنها بالظبط. قال يا جوحة مرات ابوك بتحبك. قال ليه؟ هي اتجننت. طب ايه رايك بقى يا عبد الغفور ان لولا هي اللي اختارت بهيره بنتك لابراهيم ابني؟ يا سلام. شوف دلوقتي بس اللي فهمت. فهمت ايه؟ فهمت ان الست لولا دي ست اميره قوي. بطل هزار وخلينا في موضوعنا. شوف انا هجيب لك من الاخر عشان اريحك. ابنك لو عاوز يشتغل عندي في المصنع اهلا وسهلا،
وهربط له ما هي ما يحلمش بيها اكبر موظف في الدوله. لكن اعمل له مصنع كده لوحده؟ لا، كنت عملته لابني بدل ما يتغرب في بلاد الخواجات. شوف يا محفوظ، احنا اولادنا لازم يتمرمطوا في الاول عشان يتودكوا ويعرفوا قيمة القرش اللي هنسيبه لهم. ولا تزعل نفسك، انا هشوف لك صرفه لموضوعك ده. يعني هتعملي ايه يا ماما؟ هو يعني ابوك كان فاكر انه لما جوزك خلاص شال ايده منك؟ لا، احنا ملناش دعوه باللي حصل ده، والكلام اللي قاله الحاج عبد الغفور معاه حق فيه. ابوك هو اللي لازم يتكفل بيك. يا ماما انا جوازتي دي ذنبها في رقبته. يا ابني انت جوازتك دي مش وحشه، ولو كانت من الاول البنت وعيلتها ما عجبونيش انا ما كنتش وافقت، حتى لو كانوا هيدونا 100 مليون. لا يا ماما، لا، انا من ساعه ما اتجوزت وانا حاسس اني اتورطت في الجوازه دي. علشان حاطط في دماغك من الاول ان ابوك مجوزك عشان الفلوس، لكن يا ابني البنت ملهاش ذنب، دي بتحبك وشرياك. كون بقى ان ابوها ما وافقش على المشروع ده مش معناه انك تكرهها. انا مشكلتي يا ماما اني لا بكرهها ولا بحبها. ما هو انت كمان يا ابراهيم ما بتحاولش انك تحبها، المشروع واخد كل بالك ومش مديلك فرصه، وده يا ابني غلط. البني ادم مش بيعيش عشان شغله وبس، لازم كمان تفكر في اهل بيتك. ولا عايز تفضل كده لغايه ما تيجي واحده تلف دماغك وتتجوز على مراتك زي ما حصل لابوك؟ انا عارفه كل البلاوي اللي بتحصل دي سببها العقربه اللي اسمها لولا. يا فرحة امه دلوقتي. تفرح ازاي بس يا لولا؟ تلاقيها زعلانه ومتنكده عشان ابنها ما قدرش يحقق اللي هو عايزه. انت يظهر عليك ما تعرفش فوزيه كويس، دي نفسها ومنى عينها انها تاخد منك انت عشان تغيظني وتنرفزني. يا لولا يا لولا بطلي سوء الظن ده. طب بكره تعرف ان كلامي ده مظبوط. بس عارف يا محفوظ، انا لو عرفت انك دفعت لابنك فلوس المشروع ده انا مش هقعد لك في البيت. اوه، وليه بس لازمته التهديد ده؟ هو انا مجنون ادفع 5 مليون مره واحده؟ ايه يا ابراهيم؟ انت هتفضل قاعد كده طول الليل؟ انا مضايق في حاجه؟ لا ابدا، بس انت عايزني اشوفك كده وما تضايقش؟ انت بقالك اسبوعين على الحال ده. طب اعمل ايه يعني يا بهيرة؟ ما افكرش في مستقبلي؟ طب ما تحاول تشيل من دماغك المشروع ده وشوف اي شغل تاني. ما ينفعش يا بهيرة. طب هتعمل ايه يعني؟ هتموت نفسك؟ اقول لك سيبك بقى من الشغل ومن التفكير وقوم معايا، قوم عشان تحاول تنام شويه. معلش يا بهيرة، سيبيني شويه، انا لسه عندي شويه شغل. على راحتك. مش عارفه اعمل ايه يا سامي، كل يوم بحس انه بيبعد عني اكتر. معرفتيش ايه السبب؟ ابدا. يمكن عشان ابويا مرضيش يساعده في المشروع بتاعه. لا يا سنية، هو كده حتى من قبل ما يقعد مع بابا. يمكن دي طبيعته. ازاي يعني؟ يعني اصل انا لاحظت كده اول مره شفته ان هو قاعد ساكت وكلامه قليل، مش زي نبيل، كان دايما يتكلم كتير حتى وهو متضايق. بس انا مراته، لازم يتكلم معايا ويحكي لي مشاكله، انما اللي انا شايفاه انه على طول قاعد في البيت لوحده ودايما سرحان. خايفه يا سنية، خايفه يكون اتجوزني غصب عنه. ايه الكلام ده؟ هو بنت؟ ده حتى البنات دلوقتي ما حدش يقدر يجوزهم غصب عنه. ده ابويا اللي بيحب يمشي كلمته ما عملش كده معانا، ده ما كانش طايق نبيل، ورغم كده ما قدرش يقول له لا لما جه يطلبني.
مش عارفه يا سمير، مش عارفه. باين عليكي بتحبيه قوي. وايه الفايده؟ على رأيك، وايه الفايدة؟ اتفضلي. ما تقفل، مستني ايه؟ ابا الحاج جاي. اتفضلي يا حبيبتي. يا عواد يا عواد. خير يا حاج؟ مين الست اللي طلعت مع الواد نبيل؟ دي مرته يا حاج. مرته؟ انت متأكد؟ دي حتى جت معاه مرتين قبل كده. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللي بيحصل في الدنيا ده يا فاطمة. اهي قلة اصل. وابوه مربع ما قدلوش اسبوعين. الولية اللي متجوزها قد أمه. انت شفتها؟ شفتها؟ ولية شكلها غريب كده وملطخة وشها زي عراس المولد. وقال إيه؟ واقفة في الأسانسير جنبي قاعدة تسبسب له في شعره من غير حياة ولا عاملين لي اعتبار وأنا واقف جنبيهم. تلاقيها حاجتها قرشين ضحكت عليه بيه. ضحكت عليه ده إيه؟ الواد ده اللهم احفظنا يلعب على إبليس ذات نفسه. ايوه الحزينة بنتك لسه بتحبه لغاية دلوقتي. مغفلة. بقول ايه يا عبده؟ احنا ما نجيبلهاش سيرة بقى عن الموضوع ده خالص. بالعكس بالعكس يا فاطمة، انت لازم تقولي لها عشان تعرف هي كانت متجوزة ايه. صباح الخير يا سيد. انا اتفضل يا حاج. فهيم لسه تعبان؟ انا فوت عليه النهارده قبل ما افتح، مراته قالت لي انه نايم. احنا عايزين نشوف له حكيم كويس. انا مش فاهم هو عنده ايه. السن بقى يا حاج، انا طول عمري وانا شايفه هو كده. ادعي له ربنا يقومه بالسلامة. ده راجل ما يتعوضش ابدا يا سيد. ربنا يديك الصحة يا حاج. اروح اجيب لك الشيشة. لا لا مفيش داعي.
على فين يا حاج؟ اروح لفهيم. ايه يا ابراهيم؟ انت كنت فين؟ كنت عند ماما. ما قلتليش يعني. لما خرجت ما كنتش عارف انا رايح فين. طيب تحب تتغدى؟ لا يا بهيرة، انا اتغديت عند ماما. لا بقى، دي كده ما بقتش عيشه. انا لا عارفه مالك ولا عارفه في ايه. انت ما بتردش ليه؟ في ايه يا ابراهيم؟ انت مخبي عليا حاجه؟ بهيرة، انا عايز اتكلم معاكي بصراحة، بس ارجوكي ما تفهمينيش غلط. انا كل اللي هقوله ده لمصلحتك. انا عارف اني ظلمتك معايا. ظلمتني معاك؟ ازاي؟ بهيرة، انا هقولك على كل حاجة. حاسب. مين يا نفيس؟ إيه الشنطة دي؟ ده ياسر عبد الوهاب اخويا رجع يا ماما. اسم الله يا حبيبي. بهيرة، بهيرة، ايه الشنطه دي؟ ايه يا حبيبتي؟ مالك يا بنت؟ انت متاكد من اللي بتقوله يا سيد؟ ايوه يا حاج. يعني هو دي عندنا كام؟ 90,000. واحنا نقلنا كل البضاعه. ناقص نقلتين 2. طب ومستني ايه؟ يا عبدو أنا فاضي. بنتك اتطلقت. هكون بنتك مين؟ بهيرة اللي اتطلقت. لا اله الا الله. وايه السبب؟ يعني ايه ما رضيتش تقول؟ لازم بنتك طولت لسانها عليه، ما انت عارفاها. لا ما جانيش. يعني ايه اروح له؟ مش اما اعرف الاول ايه الحكايه. طيب اما اجي بقى. خير يا حاج، هو في ايه؟ يا بابا صدقني، انا ما عملتلوش اي حاجه. بالعكس، معاملته معايا كانت ظريفه جدا وكان في منتهى الادب. يا بابا ده عمره ما استفزني. امال ايه اللي حصل؟ طلقك كده من باب للطاقه. وبعدين معاكي بقى. كفايه عياط وقولي لي ايه اللي حصل عشان اقدر افهم الموضوع. يوم ما اتجوزنا انا حاسه ان هو بعيد عني. حاسه ان احنا مش زي اي اتنين متجوزين. يعني ايه؟ مش قادر احس ان هو بيحبني. حاسه انه بيقعد في البيت غصب عنه، على طول ساكت يا اما سرحان. ما بيكلمنيش الا لو سالته سؤال. وجايز يا بنتي ده طبعه. اللي انا اعرفه انه الواد هادي وقليل الكلام. لا يا بابا لا، انا كنت فاكره زي حضرتك كده بالظبط، لكن لقيته مش طايق يقعد في البيت، حتى مش طايق يشوفني. وكل يوم والتاني يا اما يتغدى او يتعشى عند مامته. لوحده؟ ايوه. مش جايز يا بنتي اكلك مش عاجبه ومكسوف يقولك؟ لا يا بابا، مش هو ده السبب. امال ايه هو السبب يا بنتي؟ النهارده خرج من غير ما يقول لي هو رايح فين. هو لازم الراجل يقول لمراته على كل حاجه؟ في حاجات مش لازم الست تعرفها. يا بابا انا عمري ما سالته. طيب قولي. فضلت قاعده مستنياه من غير غدا لغايه الساعه 5 ويمكن اكتر، لحد ما جه.
قعدت اتكلمت معاه وقلت له دي مش عيشه يا ابراهيم. انا مش كل يوم هقعد اتغدى لوحدي. حاولت اتكلم معاه اساله ان كان في حاجه مضايقاه او حاجه مخبيها عني. سكت شويه وبعدين قال لي انه ظلمني معاه. يعني ايه ظلمك معاه؟ قال لي انه ما بيحبنيش. ما بيحبكيش يعني بيكرهك؟ ولا حتى بيكرهني. يا بنتي انا مش فاهم حاجه دلوقتي. قال لي انهم غصبوه على الجوازه دي. غصبوه؟ هما مين اللي غصبوه؟ والده ووالدته. امال كان جاني عشان اعمل له مصنع ليه؟ هو ايه العباره بالظبط؟ بقول لك ايه يا سيد؟ ايوه يا حاج. عايزك تعدي على محفوظ، تاخد منه مفاتيح شقه بهيره، تلم العفش بتاعها كله وتشوف له صرفه زي ما عملنا مع العفش بتاع ثانيه. نطول بالنا عليهم شويه يا حاج، يمكن الامور تتصلح وكل شيء يرجع لاصله. اكتر من كده يا سيد؟ ده احنا بقالنا شهر من يوم ما طلقها. معلش يا حاج، ياما بيقعدوا شهور وبعدين بيرجعوا لبعض. اصبر شويه يا حاج. احنا غلطنا معاهم في حاجه؟ ما كل شيء على يدك. لو انا غلطت او بنتي غلطت تقول الشهاده لله، انتوا ما عملتوش غلط. ده حتى محفوظ ما هلش عليه يعدي عليا يقول لي احنا اسفين احنا غلطانين. جايز مش قادر يجي. ليه؟ على رجله نقش الحنه دول خطوتين. يمكن مكسوف، ما هو الغلط راكبهم من ساسهم لراسهم. شفت؟ اديك قلتها بعظمه لسانك. غلطانين وكمان ساكتين. اعمل اللي قلت لك عليه. ماشي يا حاج. وبعد ما تبيع العفش بتاعها يبقى نحط فلوسه في حسابها في البنك زي ثانيه. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيب أمك، ألف نهار أبيض، ألف نهار. الفرحة مش ساعاني، هتجنن، مش عارفة أعمل إيه، أرقص أتحزم أعمل إيه؟ اشمعنى ما قلتليش كده بقى لما أنا نجحت؟ لا أنت نجاحك مش مهم، أنت هتاخدي الشهادة وهتقعدي في البيت بيت عدلك، إنما أخوكي بقى حاجة تانية. قولي، الحاج عرف إنك نجحت؟ طبعا يا ماما، ده أول واحد رحت بلغته. ها، ورحت لعمتك؟ هو أنا لحقت. أنت لازم تروح تفرح عمتك وتفرح العروسة. انت خلاص يا ماما عملتيها عروسه؟ لا مش خدت الشهاده يبقى ناقصك ايه؟ والشهاده دي بقى هي اللي هتجوزني؟ قصدك ايه؟ هو الجواز ده كده ببلاش؟ مش لازم الاول اتوظف وبعدين اكون نفسي؟ تتوظف؟ هو انت يا ابني مش متوظف في المصنع؟ لا ده كده بالمكافأة، لكن دلوقتي لازم اتوظف بالمؤهل بتاعي. وهو يعني الحاج هيقول لا؟ طبعا الحاج مش ممكن يقول لا لجوز بنته نوفه. خلاص انت تاخد ورقك وتروح لفتحي الشرقاوي، وانا هكلمه في التليفون عشان يحطك في مكانك ويربط لك ماهيه محترمه. متشكر يا حاج، ما تحرمش من حضرتك. احنا مش عارفين نودي جمالك فين يا حاج. عيب يا سيد، ده احنا اهل، وخضير زي عبد الوهاب ابني تمام. امال يعني نتيجه البت نظيره بنتي ما بنتش لغايه دلوقتي؟ مكتوب في الجرانين ان نتيجه الثانويه العامه هتظهر بعد بكره. الله يشفيك يا فهيم افندي، هو اللي كان بيقرا لي الجرانين ويقول لي ايه اللي بيحصل وايه اللي بيجرى. تحب خضير يجي لك كل يوم الصبح يقرا لك يا حاج؟ انا تحت امرك يا حاج. معلش معلش يا خضير يا ابني، اصل انا متعود على قرايه فهيم، هو عارف انا عايزه يقرا لي ايه وعايز اعرف ايه. ربنا يقومه لك بالسلامه ويطمنك على نتيجه نظيره. ايه ناوي على ايه بقى كده ان شاء الله؟ هتكملي علامك ولا هتجرشي في البيت زي اخواتك؟ انت حر. لا يا بابا عايزه اكمل. تجرش ده ايه يا بابا؟ ده مجموعه هيدخلها الطب. مش عايزه ادخل طب. ليه بقى؟ هو انت لما تبقي دكتوره كده يبقى وحش؟ وحش ده تبقى عسل وهي لابسه البلطو الابيض كده، قلتها يطولها شويه مش كده ولا ايه يا عادل؟ الله يجازيك يا فاطمه، انت عارفه رايي، الولاد يتعلموا اللي هم نفسهم فيه.
اصل يا بابا حضرتك ما انتش عارف، دي عايزه تروح الجامعه الامريكيه. يا مصيبتي، امريكا ايه اللي عايزه تروحيها؟ ما كفايه اخوكي هتستسيبهم قدام عينيا كده واحد ورا التاني، احنا ناقصين سفر؟ ما تتكلم يا عبد. انت فاكراني هوافق؟ انا ما عنديش بنات يسافروا بره لوحدهم ابدا. اضحكوا ما تلاقيكوا انتوا اللي وزنها، ما انتوا وش اذى. ايه يا ماما؟ يا بابا في ايه؟ حد قال لك ان انا هسافر بره؟ لا اله الا يا بنتي فهميني، ازاي عايزه تدرسي في البتاع الامريكاني دي وازاي مش هتسافري؟ هو انت فاكر ان الجامعه الامريكيه دي في امريكا؟ امال فين؟ في مصر. طلعت في مصر. طلعت في مصر يا فاطمه. يبقى اتاكدي واستفسري كويس قبل ما تخليني اطلع غلطان قصاد العيال. يا اخويا وانا عرفني عجايب. ايه خلاص يلا حصل خير. يلا. بابا مصاريفها يعني كتير شويه. ولا يهمك، ما دام بتتعلمي خلاص انا هصرف عليكي لحد ما تقولي لي استكفيت علام. يا بابا قولوا معايا تعيش لنا يا رب. يا رب. ايدك بقى على 14365 جنيه. 14365 جنيه دول المصاريف بتوع السنه في الجامعه دي؟ سنة ايه يا بابا؟ ده في السمستر الواحد. الايه؟ الترم الواحد. الايه؟ كل 4 شهور والسنة 8 شهور يعني مرتين. مرتين؟ اه. قلت كام؟ 14000 كام؟ 14365. يعني السنه يبقى 14 28 و300 600 65 65 130. يعني السنه 28730 جنيه المصاريف؟ دي المصاريف بس، لسه بقى الكتب كمان. ليه؟ هيدوكوا شهاده ذهب ولا هتروحوها كل يوم راكبين طياره؟ يا وليه الراجل لسه معين ابنك من يومين ورابط له ما هي كويسه، عايزاني بكره اقول له ادي بنتك لابني؟ طب وفيها ايه؟ ان كان حبيبك عسل ما تلحسوش كله. يعني ايه؟ تعب ابنك ده كله يروح على الفاضي؟ لا، تعب ابني ما راحش على الفاضي، اهو نجح وخد الشهاده واتوظف بعدها بيوم وبياخد احسن ما هي، وكل زمايله بيحسدوه عليها. بيحسدوه عليها وعلى الشهاده، وانا عايزاهم يحسدوه كمان على العروسه. واحده يا فتحيه، الراجل يقول ايه؟ المذاكره والشقه والواد ده كله. بقول ايه؟ طب ايه رايك تقرا فاتحه مع الحاج وبعد كده نلبس شبكه؟ الحاج ما بيعترفش بالكلام ده، ما بيعترفش بالخطوبه، عنده جواز على طول. انت جاهزه؟ جاهزه يا اخويا، داخله الجمعيه ب 150 جنيه، هو لازمه كام يعني؟ شوف اللي قبلك دفعوا ايه وانت تعرف. بأمارة الجوازات ما نفعت الحقيقه. وهو يعني عشان الجوازات ما نفعتش عايزاه يديك التالتة ببلاش؟ وبعدين ده الحاج عبد الغفور البرعي، عارفه يعني ايه؟ عارفه يا اخويا، عارفه، اسم عليك، عارفه. عارفه الحاج عبد الغفور اللي لا يمكن يقول لخمراته لا. يا وليه حرام عليكي، سيبيني انام، انا راجل شقيان طول النهار، وانت من ساعه ابنك ما خد الشهاده وانت على الموال ده كل يوم، سيبيني انام، حرام عليك يا حرام. ترى ايه يا ابو السيد، هو انا بكلمك يا اخويا عن حد غريب؟ ده ابنك ديناك. دينايا؟ هاتي من الاخر، هاتي. طب ايه رايك تجس نبض اختك؟ وافرضي جسيت نبض اختي واختي وافقت، هقول لها ايه؟ اديني بنتك لابني من غير ما يدفع مهر ولا شبكه؟ سيبيني انام وتخمدي بقى من غير ما تحلمي. مش هتخمد الا لما يتجوزوا. ايه خير؟ في ايه؟ باقيه في حياتك يا حاج. فهيم افندي؟ ايوه يا حاج. حصل امتى؟ من نص ساعة بس يا حاج. كنت ناوي اشوفه النهارده، كان وحشني قوي، بقالي يومين ما شفتوش.
وبيموت من غير ما يودعني. ما تعملش في نفسك كده يا حاج، ده حال الدنيا وانت راجل مؤمن. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يرحمك يا فهيم أفندي. اقفل الوكالة وحصلني على بيته. حاضر يا حاج. بقية في حياتك يا حاج، شد حيلك. مالك يا بابا؟ في ايه؟ ايه ده مالك؟ ايه اللي رجعك بدري كده؟ فهيم أفندي تعيش انتي.